حبايبي أبطال تالتة ثانوي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان استرشادي ثانوية عامة النموذج رقم 2 زي ما حلينا النموذج الأول، هنحل النموذج التاني بكل تفاصيله وهنوضح نقطة نقطة بما يعادل نفس نقاط امتحان الثانوية العامة ولكن بشكل أصعب شوية عن الامتحان الأولاني. نبدأ مع بعض. أول نقطة بيقول لي the people are confident، الناس واثقة that the government will meet the space posed by the rising Nile water level. يقول الناس واثقة إن الحكومة will meet، يعني الحكومة المفروض تعالج إيه؟ تعالج by the rising Nile water level، ارتفاع مستوى المياه بتاع نهر النيل. جميل. يبقى the government الحكومة will meet the challenges، يبقى تحل أو تواجه التحديات اللي خلفها ارتفاع نهر النيل. فهنا محتاج الاسم عندي أداة معرفة ازاي، فطبيعي اختار كلمة challenges. كلمة challengeable بمعنى قابل للتحدي، challenging مثير للتحدي، challenged متحدي اللي هو شخص نفسه. جميل. نقطة رقم 2 the astronauts رواد الفضاء managed to troubleshoot، اتمكنوا ان هم يعالجوا the shuttle sudden جزء الخطأ او تعطل المكوك بشكل مفاجئ. يقول لك to troubleshoot means كلمة troubleshoot معناها ايه؟ قلنا بمعنى يحدد المشكلة ويعالجها. يبقى hinder يعوق، diagnose يشخص، maximize يضع حد، transfer بمعنى ينقل. تبقى diagnose بمعنى يشخص او يحدد المشكلة ويعالجها. النقطة رقم 3 in the recent decades، في العقود الأخيرة severe climate changes، تغير المناخ الحاد have had effects تأثيرات on coastal areas، في المناطق الساحلية. فبنقول إن التغير المناخ الحاد لديه profound effects بمعنى تأثيرات عميقة. يبقى profound effects تأثيرات عميقة. رقم 4 our team put forward a perfect scheme، وضعوا خطة that would guarantee fast and accurate، هتضمن سريع ودقيق. قال لك implementation بمعنى تطبيق، وضع خطة تطبق بشكل سريع ودقيق، فنقول implementation بمعنى تطبيق. his speech خطابه has a clear implementation، له تلميحات واضحة that the team would have new coach، ان الفريق هيحصل على مدرب جديد next season الموسم الجاي. the word implications معناها هنا hints بمعنى تلميحات. جميل. رقم 6 I have got myself not in problems، اتورطت في مشاكل. I have nothing to do with، ماليش دخل، مش عارف اعمل معاها ايه. يبقى كلمة يتورط او ينخرط في الشيء بنقول entangled، معنى يتورط فيه. رقم 7 the teacher pretended not to have noticed، بيتظاهر انه ما لاحظش his mistake، خطأه to give him a chance، عشان يديله الفرصة for improvement للتحسن. she had to to it، لازم تتغاضى عنه. يبقى المدرس هنا بيتكلم عن idiom اللي هو he had to turn a blind eye. idiom بمعنى يتغاضى عن، زي بنقول بالعامية بيعمل ودن من طين وودن من عجين. جميل. النقطة رقم 8 smart entrepreneur بمعنى رائد أعمال ذكي should in innovations، في الابتكارات rather than in capital، بدلا من رأس المال. كلمة capital بتيجي بمعنى عاصمة، معنى رأس المال. هيعمل في الابتكارات؟ قال لك invest، يستثمر في الابتكارات بدلا من انه يستثمر في راس المال. thrive بمعنى يزدهر، detect يحدد او يكشف، بريفورم يؤدي. نقطة رقم 9 the students الطلاب will بشكل جيد for this event لهذا الحدث. so it's getting everyone admiration، الحدث ده بيحصل على اعجاب شخص. لو كنت ركز هنا هلاقي مستخدم زمن مضارع مستمر، يعني اي حد بيشوف الترتيبات بتاعت الحدث ده بيعجب بيه، يبقى الشيء لسه مستمر معايا، صح؟ يبقى احنا بنقول حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر لحد الآن، أو نقول حدث بدأ وانتهى في الماضي وله أثر في الوقت الحاضر. هو الأثر إنه مستخدم زمن مضارع مستمر حتى الآن. جميل. يبقى أنا المفروض أستخدم زمن، عندي قدامي هنا مضارع تام ومضارع تام مستمر. إيه الزمن اللي بيستخدم الأثر بشكل مباشر؟ هو زمن المضارع التام المستمر have been
repairing. يبقى the student have been preparing well، جهزوا بشكل جيد للحدث. so it's getting everyone's admiration، حصل على اعجاب كل شخص. جميل. رقم 10 أمال's boss، الرئيس بتاع عمل ordered that، أمرها his instruction، أمر إن تعليماته he be carried out، تنفذ literally بشكل حرفي the following day، اليوم التالي. يبقى أنا هنا بتكلم ordered زمانها ماضي، أمر بفعل مباشر وغير مباشر. يبقى قلنا المضارع بكل أنواعه يحول للماضي بكل أنواعه. يبقى had to be carried out، يجب أن تنفذ. جميل. نقطة رقم 11 part of the secretary daily tasks، المهام اليومية بتاع السكرتير is to get all reports، إنه يحصل على كل التقارير before the manager's arrival، قبل وصول المدير. جميل. أجي أبص هنا ألاقي كلمة get، عندي في السببية استخدم كلمة get أو استخدم have. get لو جه وراها have وget، have لو جه وراها عاقل يجي وراها مصدر، get لو جه بردك وراها عاقل يجي وراها تو الفعل في المصدر. ده بهاف لو جه وراها غير عاقل هي وكلمه جيت يجي تصريف ثالث وراها. فنيجي نبص كلمه جيت الاقي ريبورتس التقارير غير عاقل، فطبيعي هختار التصريف الثالث هي تايب. جميل. تقارير طلبه. ده كده اول 11 نقطه الاختياري شامل الفوكاب والجرامر. نيجي نكمل القطعه بتاعتنا. اول قطعه معايا بيقول لي every year، كل سنه thousands of accidents occur simply، حوادث، كثير من الحوادث بتحدث ببساطه because drivers، بسبب ان السواقين lose focus for a few seconds، بيفقدوا تركيز لدقائق قليله. One morning last year، ذات صباح السنه الماضيه a man was driving through the center of the town، راجل كان بيقود سيارته في وسط البلد distracted by the shops، متشتت بسبب المحلات. suddenly فجأة a pedestrian، يبقى شخص مرتجل ماشي على رجليه stepped off the pavement، نزل من على الرصيف and was struck by the car، واتخبط بالسيارة. the impact threw the person into، حدث الخبطة بتاع السيارة رماه into the bonnet، على الغطاء بتاع الغطاء الخارجي للسيارة اللي هو بنقول عليه الكبوت. هو before falling into the road، قبل ما يقع على الطريق. where a faint trace of blood marked the dust، عبارة أثر من الدم عمل علامة على التراب على الأرض. يقول لك heart breaking اللي هي مؤلمة and distressing reminder، عبارة عن ذكرى موترة of the accident، لهذا الحادث، بتسيب أثر للحدث ده. few minutes، بعد دقائق قليلة later the police arrived، الشرطة وصلت and they made a report، وعملت تقريرها. one person killed، إن في شخص اتقتل. one car damaged in road accident، وفي سيارة دمرت في حادث طريق. however، وبالرغم من ذلك who was the victim، مين الضحية؟ a mother out shopping، أم خرجت للتسوق. ولا a father damaged in a father returning from work، ولا أب راجع من شغله. or a student on her way to university، أو طالبة في طريقها للجامعة. this was one of many tragedies that could have been avoided، أحد المساوئ أو المآسي اللي ممكن نتجنبها if people have followed 3 simple rules، لو الناس اتبعت 3 قواعد بسيطة. first، أول قاعدة concentrate، ركز. تاني قاعدة think ahead، تفكر فورا. and third، القاعدة الثالثة use clear signal، استخدم إشارات واضحة to communicate their intention to others، عشان تنبه الناس لنواياه. جميل. النقطة نكمل القطع. a driver loses control، شخص لما بيفقد السيطرة. whenever attention drift، وبينحدر عن الطريق أو بيشتت انتباه. whether to the scenery، سواء كان للمشهد جانبي هو سائق السيارة. to conversation، أو بيتكلم مع حد. or to thought unrelated to driving، أو بيفكر في حاجة ملهاش علاقة بالسواقة. to avoid accidents، عشان نتجنب الحوادث. drivers should anticipate potential danger، السواقين المفروض يتنبؤوا بالمخاطر المحتملة. not only reacting to what is happening، ما تفعلوش بس مع اللي بيحصل فورا but also predicting what might occur next، ولكن يجب أن يتنبؤوا بما ممكن أن يحدث تاليا. finally، في النهاية
drivers must clearly warn others. road users يحذروا مستخدمي الطرق الآخرين on the presence and attention بوجودهم ونيتهم اللي هو الحاجة اللي انت هتقوم بيها، تحود يمين تحود شمال تدي إشارات. if they turn لو هتحود change lanes أو هتغير الحارة بتاعتك or overtake without signal أو هتحود بدون أي إشارة or giving proper warning إنك أو تدي تحذير واضح. they may at best alarm إنهم يديهم إنذار others or at worst أو أسوأ كان cause fatal accident يسبب حادثة فتاكة. responsible driving القيادة بمسؤولية depends on 3 essential habits بتعتمد على 3 عادات أساسية: concentration تركيز، foresight البصيرة، and communication والتواصل. following these simple principles اتباع هذه المبادئ البسيطة can prevent countless tragedies يقدر يمنع العديد من المساوئ الكثير من المساوئ التي لا تعد. أول سؤال معايا في القطعة بيقول لي the suitable title of this passage أفضل عنوان للفقرة دي. بنقول دايما للطلبة إن في فرق ما بين كلمة التايتل اللي هو العنوان أو إنه يجي يطلب مني المين ايديا أو يقول لي summarize. التايتل هو عنوان بيطلب مني تلخيص كلمة أو كلمتين للموضوع، اما المين ايديا عايز فكره عامه شامله عن الموضوع او تلخيص كامل للباراجراف، فقره كامله جوه القطعه. فانا هنا عايز احط عنوان للقطعه. العنوان لما اجي احط اقول unavoidable road accident حوادث طرق لا يمكن تجنبها، a life lost حياه اللي هو فقد حياه lesson learned او تعلم درس، tolerable road casualties اللي هي خسائر محتمله على الطرق، no pain no gain اللي هو لا ألم بدون بدون مكسب. يبقى تبقى a life lost a lesson learned. يبقى التايتل بتاعي a life lost a lesson learned. تاني سؤال last year's accident happened حوادث اللي حصلت السنة اللي فاتت when somebody hit onto the car with a bike شخص خبط في السيارة كان بعجلة. the driver was talking to someone in the street شخص كان بيكلم مع حد في الشارع، سواء كان بيكلم مع حد في الشارع pedestrian stepped into the road suddenly أحد المرة أو الراجلين على ماشيين على رجليهم خطة من على الطريق فجأة. طبعا رقم letter C. نقطة رقم 14 the sentence that summarizes the last paragraph الجملة اللي بتلخص الباراجراف الأخراني. يقول لي drivers should always use the phone when driving استخدموا التليفون هم بيسوقوا to avoid accidents. لا طبعا pedestrians المرة أو المرتجلين need to stay alert لازم يبقوا منتبهين so drivers not hit them السواقين ما يخبطوهمش. drivers should use signals السواقين يستخدموا إشارات and warnings وتحذيرات to let others know عشان يخلوا الآخرين what they plan to do بيخططوا يعملوا النقطة الأخيرة drivers only need to signal سواقين محتاجين signal يدوا إشارة when motorists سواقين الدراجات النارية are driving near them هم بيسوقوا معاك. نرجع نبص بس على الباراجراف الأخراني بيتكلم هو طالب مني اللي last paragraph تيجي فوق بيتكلم عن drivers must clearly warn other road users يحذروا مستخدمي الطرق. فأنا أقرب واحدة في هنا في الجملة بيتكلم drivers should use signals and warnings اللي هي تبقى letter C. سؤال رقم 15 the drivers distraction المشتتات للسواق with the shops tragically resulted in لو المحلات المشتتة للسواق بشكل مأساوي أدت سببت damaged car سيارة مدمرة but no one was seriously injured مفيش حد انصاب بشيء خطير. one casualty and a ruined vehicle ضحية واحدة ومركبة مدمرة. two victims ضحيتين اثنين and a destroyed car وسيارة مدمرة. an injured driver سواق مصاب and pedestrian lost his life وأحد المرتجلين فقد حياته. لا اللي حصل إن ضحية واحدة وسيارة مدمرة مركبة هناخد B نقول one casualty and a unit vehicle. نقطة رقم 16 according to the passage طبقا للفقرة
many accidents العديد من الحوادث could have been prevented نقدر نمنعها if لو إيه اللي حصل drivers had followed the 3 basic safety rules لو اتبعوا 3 قواعد أساسية pedestrians had stopped توقفوا when the light are red لما الإشارة تبقى حمراء cars had been checked السيارات تفحص بعناية before each trip قبل أي رحلة drivers had lost control السواقين فقدوا السيطرة when their focus shifted away from driving لما تركيزهم اتحول من القيادة لا الحوادث هتتمنع لو السواقين اتبعوا 3 قواعد أساسية اللي احنا قلناه. السؤال رقم 17 we can infer from the text نستنتج من النص that the more distraction كل ما كان في مشتتات أكتر the driver find السواق بيلاقي ايه the less the accident casualties هيبقى فيه ضحايا أو خسائر أقل على الطريق the better the road safety كل لما أمان الطريق كان أفضل the more attentive and patient he will be هيبقى أكثر انتباها وأكثر صبرا the less control he will have over the car هيبقى ليه سيطرة أقل على السيارة طبعا كل ما كان يبقى فيه مشتتات the driver and the pedestrian السواق والمرة أو المرتجلين were similar متشابهين in that they both الاثنين concentrated well in the road بيركزوا على الطريق acted quickly بيتصرفوا بسرعة at the right time في الوقت الصح were not paying enough attention to the road مش منتبهين للطريق بشكل كافي followed the rules of road safety بيتبعوا قواعد الأمان تبقى طبعا رقم هتبقى letter C were not paying enough attention to the road مش منتبهين بشكل كافي للطريق. نقطة رقم 19 the scene المشهد of a faint trace of blood marked thus إنه الشخص اللي انخبط ترك أثر من الدم على التراب can be described as نقدر نوصفه إنه هو hopeless التعبير اللي قالوا لي ده hopeless بلا أمل painful مؤلم vague غامض comforting مريح طبعا بيعبر عن الألم painful جميل. القطعة الثانية قلنا القطعة دي عليها كام درجة؟ عليها 8 درجات. النقطة الثانية بتتكلم عن مسرحية ماكبث اللي كتبها ويليام شكسبير. عندي الفصل الأول act 1 scene 1 يقول لي an open place هنا المكان مكان مفتوح المشهد موجود بيبدأ معايا thunder and lightning اللي هو الرعد والبرق. I knew that the first scene of Macbeth عرفت ان اول مشهد من Macbeth happened during a thunderstorm حصل وقت عاصفة رعدية. So I wasn't surprised ما كنتش متفاجئ when bright lights من الأضواء and loud noise والضوضاء العالية filled the theater اللي بتملأ المسرح. The next scene المشهد التالي was quieter كان أهدى. All the king Duncan الملك دانكن came on دخل على المسرح and he heard from a surgeon والملك سمع من أحد الجنود how bravely Macbeth had been fighting against the enemies of the king. قد إيه Macbeth بيوصف ماكبث هو كان بيحارب أعداء الملك إزاي بشجاعة. Duncan didn't know yet Duncan ما يعرفش that Macbeth was going to kill him على وشك إن هو يقتله and I wasn't going to tell him ما كنتش أقول له because then they would have to change the play. أنا قاعد أتفرج على المسرحية فلو قلت حاجة زي دي لدانكن هي ممكن المخرج والناس بتاع المسرحية هيغيروا المسرحية خالص. يقول لك while I was thinking about this وأنا بفكر في كده I noticed a man in strange clothes لاحظت راجل في المسرح لابس ملابس غريبة standing in the aisle بمعنى الممر next to me جنب مني. I assumed he had come late أفترض إن هو أحد المتفرجين اللي جم متأخر and was waiting to get to the seat ومنتظر إنه يحصل على المقعد بتاعه. فأنا بتكلم وبقول له excuse me معذرة معذرة I whispered بهمس بصوت واطي في المسرح do you want to get past عايز تعدي is your seat in this row المقعد بتاعك في الصف ده. The strangely dressed man الراجل اللي لابس ملابس غريبة did not answer ما ردش علي. I stood up وقفت and said وقلت له excuse me a little louder عليت صوتي شوية sit down said the person sitting behind me الراجل اللي قاعد ورايا قال لي اقعد God save the king. فجأة صوت طلع حد قال حفظ الله الملك. The man in the aisle الراجل اللي في الممر shouted suddenly
صرخ فجأة and ran toward the stage وجري ناحية المسرح. That was embarrassing. الموقف ده كان محرج بالنسبة لي as I suddenly understood فهمت why he had not said anything. لما ندهت عليه ما قالش أي حاجة. He was in the play. ده كان شخص يمثل في المسرحية. Oh dear, I wanted to hide under Macy. كنت عايز استخبى تحت الكرسي من الإحراج. At the end of the third act في نهاية المشهد الثالث there were lots of battles and fights. كان في الكثير من المعارك والقتال. Then there was an interval. كان في وقفة أو استراحة. Very good said dad. أبوي قال جيد جدا. Very interesting شيق جدا. Isn't it exciting. أمي قالت أليست مثيرة. بتتكلم عن مسرحية. Dina was too busy with an ice cream. أختي الصغيرة دينا كانت منشغلة بالآيس كريم. After the interval people came بعد الفاصل people came into the play. الناس دخلت المسرحية from every part of the theater من كل جانب من المسرح. In one battle scene soldiers في أحد مشاهد المسرحية المعركة soldiers were running all over the place. الجنود كانوا بيجروا من كل مكان fighting all time بيتقاتلوا طول الوقت. It was fantastic. كان رائع. Wasn't it great. أليس رائعا said Dina. In the taxi on the way home في الطريق للمنزل واحنا راكبين تاكسي هاني why don't you become an actor. You would be good. بيقولوا لهاني ليه ما تبقاش ممثل انت هتبقى جيد. We all laughed وكلنا ضحكنا. No Dina I wouldn't like acting. فبيقول لدينا انا ما بحبش التمثيل. فاول سؤال معايا the main idea of this passage is that الفكرة الرئيسية من القطعة بتقول embarrassing situation موقف محرج can sometimes spoil people's enjoyment ممكن يفسد متعة الناس. هاني and his family هاني وعيلته were out watching a famous play. كانوا اتفرجوا على على مسرحية مشهورة which they intended to act. كانوا عندهم نية انهم يمثلوا. experiencing a different theater انك تجرب مسرح مختلف show makes one feel خلي الشخص يشعر as being part of the incident انك جزء من الحدث. Han is inspired منبهر with the play بالمسرحية and decided he wanted to become an actor وقرر انه هيبقى انه يبقى ممثل. فطبعا النقطة الأولانية embarrassing situation موقف محرج ممكن يفسد متعة الناس. The idea of هاني becoming an actor فكرة هاني إن هو يصبح فكرة إن هاني يصبح ممثل appealed to everyone مقبولة من كل الناس في العيلة in the family. reminded هاني of his inspiring dream بتفكر هاني بحلمه الملهم. aroused everyone joy and laughter خلت حالة نشأت حالة من الضحك والمتعة. encouraged هاني to join acting at school شجعت هاني انه ينضم التمثيل في المدرسة. هتبقى هنا aroused نشأت حالة من المتعة والضحك. The sentence that summarizes the second paragraph الجملة اللي بتلخص الباراجراف الثاني الفقرة الثانية. هاني عرف the plot of the play الحبكة الدرامية بتاعة المسرحية and didn't try to spoil it ما حاولش انه يبوظها. though he faced an embarrassing situation فواجه موقف محرج. ولا Macbeth is a play هي مسرحية which attracts everyone to share بتجذب كل شخص انه share the actors انه يشارك الممثلين the play المسرحية. هاني finds himself وجد نفسه in trouble في مشكلة while trying to guide an audience وهو بيرشد الجمهور to his أحد الجماهير to his seat لمقعده. Macbeth is a thunderstorm in the thunderstorm Macbeth كان في عاصفة رعدية trying to kill Duncan بيحاول يقتل Duncan to become king عشان يصبح الملك. فالتلخيص بقى الباراجراف الثاني ان هاني عرف الحبكة الدرامية للأحداث وما حاولش ان هو يبوظ المسرحية وبالرغم من كده واجه موقف محرج. نقطة رقم 23 The man in the aisle الشخص في الممر was actually كان مين a real soldier جندي حقيقي in Macbeth's army في جيش ماكبث acting a role in the play مثل دور في المسرحية
an audience searching for his seat. أحد المتفرجين بيدور على مقعده playing the role of Macbeth. يبقى هتبقى إيه؟ بنقول إيه؟ playing the role of Macbeth، بيلعب دور ماكبث نفسه؟ لأ، بيقول إيه؟ بيلعب دور في المسرحية، ما بيمثلش دور ماكبث نفسه. جميل. if هاني had revealed the secret of Macbeth، لو هاني كشف سر ماكبث إن هو عايز يقتل الملك دانكن، he would have saved Duncan، كان أنقذ دانكن. the play would have been ruined، المسرحية كانت هتبقى هتبوظ. he would have helped Macbeth، كان ساعده. the audience would have been happy، الجمهور هيبقى سعيد. تبقى the play would have been ruined، إيه؟ المسرحية كان إيه؟ باظت. نقطة رقم 25 next time، المرة الجاية هاني goes to the theater، هاني راح المسرح. he will probably، المرة الجاية هاني هيروح فيها المسرح will probably من المحتمل. avoid sitting next to an aisle seat، أتجنب إنه يجلس جنب الممر. take an action to help the audience، هيقوم برد فعل عشان يساعد الجمهور. uncover unknown incident in the play، هيكشف الأحداث الغير معروفة في المسرحية. stop interference while إيه؟ watching، يتوقف عن التدخل وهو بيتفرج على المسرحية، يبقى stop interference with إيه؟ while watching. نقطة رقم 26 despite being interrupted، بالرغم إنه اتقاطع بواسطة ثاني. the man in the aisle، الشخص اللي كان موجود في الممر عمل إيه؟ went on performing for the audience، يعني إيه؟ استمر في إنه يؤدي للجمهور. decided to abandon his seat، قرر إنه يسيب المقعد بتاعه. ولا stopped acting، بطل توقف تمثيل. and left the stage، وغادر المسرح. sat down، جلس quietly in the aisle seat، قعد بكل هدوء على مقعد الممر. أكيد طبعا استمر فين؟ في التمثيل للجمهور. سؤال رقم 27 we can learn from the story، نتعلم إيه من القصة؟ قال لك acting is a rewarding career، هي وظيفة مجزية أو مرضية. we all must do، لازم كلنا نعملها. embarrassing situation، المواقف المحرجة teach us something، بتعلمنا شيء. we need to learn acting، محتاجين نتعلم تمثيل to avoid embarrassment، عشان نتجنب الإحراج. family gathering، التجمعات العائلية can cause us trouble، سبب لنا مشاكل. لا، يبقى هنقول إيه؟ أول واحدة قلناها acting is rewarding، ما لا دي لا طبعا. embarrassing situation teach us something، we need to learn acting، يبقى تبقى B embarrassing situation teach us something، المواقف المحرجة بتعلمنا إيه؟ شيء. بعد كده دي القطعة خلصت، يبقى كده إيه؟ قطعتين 2 كل نقطة ب8 إيه؟ ب8 درجات، يبقى 16 إيه؟ 16 درجة. 16 درجة دول في الامتحان عليهم 5%، ال1% ب3 وإيه؟ و2/10. يبقى النقطة اللي بعد كده أسئلة المهارات. أسئلة المهارات ما بتبقاش مقتصرة بشكل كامل على سكيلز، في بيبقى داخل منها جرامر برضك. النقطة بدرجتين 2. أول سؤال بيقول mom wanted to know، أمي عايزة تعرف to make the school request her presence، تعرف سبب إن المدرسة عاملة استدعاء ولي إيه؟ طالبة وجودها. يبقى what I had done، أنا عملت إيه؟ if I had done، what have done، whether I have done. نيجي نبص في منتصف الجملة بادئة بفاعل. لما نجيب أداة استفهام في النص دي ما بتبقاش أداة استفهام، بنسميها relative pronoun أو relative clause، اللي هو ضمير الوصل أو جملة الوصل. فلما يكون عندي ضمير وصل طبيعي لازم هيجي وراها فاعل، فطبيعي هستخدم اقول ايه؟ what I had done، الحاجة اللي أنا عملتها. كنا دايما بنفرق ما بين what و which هستخدمها بتعود على مفعول غير عاقل، فاعل أو مفعول غير عاقل. what بتعود على ايه؟ على مفعول أو جر ومجرور. which لو أنا ذكرت الشيء ناخد which، لو ما ذكرتش الشيء ناخد ايه؟ what. كلمة what بتساوي كلمة the thing ذات، الشيء الايه؟ الشيء الذي. جميل. do you know how to sign up for an email account؟ عارف ازاي تسجل دخول للايه؟ لحساب الايميل. or shall I، والا ان انا ايه؟ have you to make one. لما بنيجي في الكوزاتيف السببيه اتفقنا ان have وجيت لو جه وراهم عاقل have بيجي وراها مصدر، جيت بيجي وراها طول الفعل فين؟ في المصدر. يجي نبص هنا كده have you to ايه؟ to make it one. have it ده لو جه وراها غير عاقل have وجيت بيجي ورا ايه؟ ورا غير العاقل تصريف ايه؟ ثالث. have you to make، لا have ما بيجيش ورا طول المصدر. get someone to make it، قال لك ايه؟ get someone to make وحاطط ضمير it في الاخر، لا ما ينفعش. فيقول لك ايه؟ have it to be made، هي الحاجه
هتتعمل لي صح، يبقى دي كوزيتيف. يبقى انا بتكلم على الشيء، يبقى لازم نعود كلمه ات تتحط ما بين هاف وجيت، بعد كده تصريف ثالث، فناخد دي جيت ات ميد فور يو، الحاجه تتعمل لي، هي دي السببيه. يقول لك انا صلحت العربيه، ده مش معناها ان انا صلحت العربيه بنفسي، لا، الميكانيكي هو اللي صلح لي الايه؟ العربيه. اقول لك I had my car repaired. had وكار وريبيرد، had وراها غير عاقل، يبقى ورا الناحيه وراها على طول ايه؟ تصريف ايه؟ تصريف ثالث. رقم 3 which of the following is structurally correct؟ اي من الجمل التاليه صحيحه بنائيا. علي my best friend is 30 years old. صديقي المفضل علي هو عمره 30 سنه. علي my best friend is a 30 years old. علي my best friend is 30 years old. نيجي وعنده كام سنه؟ 30. فطبيعي هنا مش الاولانيه غلط عشان مش ضايف الاس. جميل. الثانيه غلط عشان حد اداه ايه؟ اداه نكر. نيجي ليه؟ يقول لك علي ماي بيست فريند از سيريسلي. الجمله دي بنسميها جمله اعتراضيه. الجمله الاعتراضيه بيبقى في جمله في النص اضافيه ما بتديش اي معلومات. علي، كل اللي انا عايز اقوله علي از 30 years old. لو شلت الجمله في النص دي مش هتاثر على ايه؟ على بقيه الجمله. فهناخد الايه؟ هتبقى سي. علي ماي بيست فريند از 30 years ايه؟ old. هنا بردك حاطط اداه نكره وايه؟ ومش ضايف اس ليه. 31 the amazingly shaped statue، التمثال ايه؟ of the king، تمثال الملك المشكل بشكل رائع. every one of the visitors، عمل ايه في الزوار؟ التمثال هو اللي هيعجب ولا ايه؟ يتلقى اعجاب من الايه؟ من الاخرين. الصيغه هنا صيغه المبني للايه؟ للمجهول، للزمن الماضي بسيط. صيغه المبني المجهول في الماضي البسيط عباره عن was where والتصريف الايه؟ الثالث. فانا بتكلم على التمثال، يبقى هنا صيغه المبني موجود في الزمن الماضي البسيط، was اول التصريف الثالث، وباي طبعا لازم يجي وراها الايه؟ الفعل باي every one of the visitors، كل ايه؟ من كل الزوار. رقم 32 when writing a formal email، لما نيجي نكتب ايميل رسمي، قلنا الايميل يا فورمال يا انفورمال، رسمي او غير رسمي. you shouldn't، ما استخدمش ايه؟ state the topic of an email directly، اذكر موضوع الايميل، ما اذكرش موضوع الايميل بشكل مباشر in your subject في الموضوع. give casual greetings، اعمل تحيه غير رسميه. introduce yourself or explain your relationship، اقدم نفسي واشرح علاقاتي or significance والاهميه to the receptionist. proofread before sending your email، قرايه مختصره قبل ارسال الايميل. جميل. هنا الرسمي والغير رسمي، لما اجي استخدم الايميل الرسمي والغير رسمي بنستخدم كلمات معينه، كلمات رسميه او كلمات غير ايه؟ رسميه. هنا بيتكلم عن التحيه، فبيقول لي shouldn't ده فين؟ يبقى shouldn't give casual greetings. ما في الايميل الرسمي ما ينفعش احط تحيه غير رسميه، صح؟ يعني مثلا لما اجي اكلم واحد صاحبي اقول له ايه؟ في التحيه في القاء التحيه في الاخر اقول له باي او see you later. لا، في الايميل الرسمي المفروض اقول ايه؟ regarding تحياتي best wishes، مع تمنياتي بالايه؟ بالتوفيق. sincerely، faithfully، الكلمات دي كلها مالها؟ فورمال، كلمات رسميه. طب لو انا عايز استخدم كلمات غير رسميه، see you later، see you soon، bye، كلمات زي دي. loves، مع كل حب. يلا رقم 33 use this slow and old model، استخدام النموذج القديم والبطيء من ايه؟ من هذا الحاسوب لابتوب. there are other upgraded ones available، يوجد نسخ محدثه ايه؟ متاحه. هنا بيقول له وانت لازم تستخدم اللابتوب القديم والبطيء ده. يبقى هنا كان في ملحوظه بتقول لي تستخدم must للعتاب واللوم على هيئه سؤال بمعنى ايه؟ سؤال بمعنى هل. يبقى نقول must you use this slow and old model of laptop، وانت لازم تستخدم الاصدار القديم ده. رقم 34 a strict policeman، رجل شرطه صارم doesn't allow. كلمه allow يسمح او يدع، بتقول ايه؟ بيجي وراها مفعول وبعد كده تقول الفعل فين؟ في المصدر. نيجي نبص the law be violated anyone violates the law being violated anyone to violate the law، اي شخص ينتهك القانون. طبيعي هتبقى دي عشان قلنا ايه؟ allow بيجي وراها مفعول بعد كده تقول الفعل فين؟ في المصدر. رقم 35 no survivor have been recorded، لا يوجد اي ايه؟ ناجين تم تسجيلهم in avalanche catastrophe، في كارثه الانهيار الايه؟ الجليدي. all the climbers، كل المتسلقين buried under thick layers of ice،
اتدفنوا تحت طبقات الجليد السميك. يبقى ده استنتاج. أنا هنا هو الحادث لسه هيحصل ولا حصل؟ حصل. يبقى أنا هنا اسمه استنتاج في الماضي. يبقى أنا الحادث حصل ومفيش أي حد من النجاة موجودين، يبقى استخدم استنتاج في الماضي متأكد من حدوث الشيء بنسبة 100% في الماضي، يبقى استخدم must have والتصريف التالي. يبقى أكيد must have been buried دفنوا، مش هم اللي هيدفنوا، هم دفنوا، فمبنية للمجهول. must have والتصريف التالي لما اجي ابنيها للمجهول تبقى must have been والتصريف التالت. النقطة اللي بعد كده الترجمة، هيجي لي 4 تراجم، 2 تحولهم من انجليزي لعربي، و2 من عربي الانجليزي. اول نقطة معايا بيقول لي man has always explored the world، يقول لك الانسان بيستكشف العالم in a try to understand، في محاولة لفهم and discover the secret واكتشاف الأسرار of the cosmos للكون. He could never resist the desire، لا يستطيع أن يقاوم رغبة to find out الاستكشاف what beyond our planet، ما وراء كوكبنا in the space في الفضاء. نيجي نبص ل4 تراجم. لقد كان الإنسان دائما يستكشف العالم في محاولة لأن يفهم ويكتشف أسرار الطبيعة. نيجي نبص لكلمة كوزموس دي، عندنا الكون بنطلق عليه اللفظين يونيفرس يا كوزموس. بالنسبة لأي شخص عامي كلمة الكون معروفة بالنسبة له هي يونيفرس الكون. كلمة كوزموس ما بنستخدمهاش مع العلماء أو الكلام عن الفضاء اللي هي التخصصات نفسها مع رواد الفضاء أو علماء الفلك. فلما أجي لأول واحدة طبيعي كلمة الطبيعة غلط، ماشي، ممكن نقول الوجود يعني existence. فبيقول لي لقد كان الإنسان دائما يستكشف العالم في محاولة لأن يفهم ويكتشف أسرار الكون ولم يستطيع ولم يتخيل. تطلع فوق يقول لك he could يبقى never resist never نفي واستخدام كلمة could. هنا يتخيل يعني imagine، لا أنا هنا أستخدم ولم يستطيع، يبقى دي غلط. يبقى الإجابة هتبقى تبقى ب. لقد كان الإنسان دائما يستكشف العالم في محاولة لأن يفهم ويكتشف أسرار الكون، لم يستطع يوما مقاومة رغبته في اكتشاف ما وراء كوكبنا فين في الفضاء. النقطة اللي بعد كده land transport can be said to have begun with the invention of the wheel. يقال إن النقل البري بدأ اختراعه مع اختراع العجلة. ميسوبوتاميا اللي هم بلاد ما بين بلاد ما بين النهرين over 5,000 years ago، 5000 سنة فاتوا. before that قبل ذلك if one wanted to travel، لو في حد عايز يسافر one walked or rode on the back of animal، كان بيمشي على رجليه أو بيركب على ظهر حيوان. فبيقول يقال أن النقل البري، نيجي نشوف كده أول واحدة، يقال أن النقل البري يعتقد أن السباق الأرضي ده مش سباق، نايلين كلمة ترانسبورت ده فعل بمعنى ينقل. يقال أن النقل البري، يقال أن النقل الأرضي لا، عشان نستخدم كلمة الأرض. يبقى أنا فاضل معايا ألف وجيم. يقال أن النقل البري بدأ مع اختراع ولا مع اكتشاف؟ يجي نبص للترجمة يقول لك land transport can be said to have begun with the invention يعني يعني اختراع. فطبيعي كلمة اكتشاف غلط، لأن أنا لما اكتشف شيء discover بكتشف شيء كان موجود. زي ما أقول كريستوفر كولومبوس discovered America، كريستوفر كولومبوس اكتشف الأمريكتين، هي أمريكتين كانوا موجودين. هيكتشف شيء ممكن اكتشفه كمان مصادفة لأول مرة. النقطة اللي بعد كده المستشفى مؤسسة شديدة التعقيد ومصممة للتعامل مع العديد من المشاكل، ويمكن أن نرى هذا بالنظر عن قرب فيما يحدث مع مختلف أنواع المرضى الذين يتلقوا فيها العلاج. حلو أوي. يبقى the hospital is very complex formation ولا organization ولا foundation. كلمة formation بتيجي بمعنى تكوين، فدي طبعا غلط. وده organization، يبقى استبعدنا أول واحد. The hospital is very complex organization is designed to deal with to deal from ولا deal with. deal from طبعا غلط، لأن كلمة deal بمعنى يتعامل مع، دايما تاخد حرف الجر حرف الجر with. جميل. فنيجي نقرأ تاني the hospital is very complex organization is signed وقعت، لا، وقال لي designed صممت
يقرأ فوق كده ومصممة للتعامل مع الإيه؟ مع العديد، فطبيعي الإجابة هتبقى دي. نقطة 39 الناس لديها أسباب مختلفة للالتحاق بالجامعة، فالبعض ببساطة يريد أن يتعلم أن يكون مستقل، والبعض ينظر إليها على أنها تجربة مختلفة، ولكن الغالبية مع ذلك يذهبون للجامعة للشغف الحقيقي، الاهتمام بالعلم الذي يدرسونه. جميل. يقول لي people have different reasons أسباب. تيجي تبص للنقطة الثانية قال لي different factors بمعنى عوامل، فأنا استبعدت كلمة إيه؟ B. People have different reasons for going university عشان يروحوا الجامعة. Some simply البعض ببساطة want to learn to be dependent ولا independent. عايز كلمة مستقل، فالطبيعي كلمة dependent غلط لأن dependent بمعنى متواكل أو على إيه؟ على غيره. حلو. People have different reasons for going to university. Some simply want to learn to be independent. Others regard it as a different experiment ولا experience. الأخيرة طبعا experiment غلط لأن experiment بتيجي بمعنى تجربة معملية يعني جوه الإيه؟ المعمل. فexperience تجربة إيه؟ تجربة حياتية. وده كده الأسئلة المقالية. عندي السؤال المقالي. سؤال بدرجتين 2 بنتكلم عن القصة، هو سؤال critical thinking تفكير نقد. أول سؤال بيقول لي how far do you think إلى أي مدى تعتقد إدموند's revenge انتقام إدموند of his enemies من أعدائه compensate for his loss بيعوض خسارته لأي مدى؟ فبيقول لي Edmund's revenge brought him power and wealth. انتقامه أحضر له إيه بقى؟ أحضر له السلطة والقوة والنفوذ and wealth والثروة. جاب الثروة دي منين؟ أبيفارية دلوا على مكان الكنز على جزيرة مونت كريست. But it didn't truly compensate for his loss. بس الكنز والانتقام ما عوضش خسارته. Although he succeeded in punishing those who betrayed him برغم إنه نجح في معاقبة مين؟ الناس اللي خانته اللي هم فيلا فورت ودانجلر وفرناند. جميل. He lost many years of his life in prison. فقد العديد من السنوات في السجن. Revenge also made him more isolated. الانتقام خلاه منعزل عن الناس and distrustful of others. ولديه انعدام ثقة في الآخرين. جميل. السؤال الثاني who do you think من تعتقد deserved Edmund's greatest punishment يستحق عقاب إدموند العظيم؟ قال لك Ferdinand deserved Edmund's greatest punishment. فرديناند هو اللي يستحق أكبر عقاب. ليه؟ He betrayed him out of jealousy. خانه عشان غيران منه. He falsely accused Edmund of treason. اتهمه بالخيانة in order to marry Mercedes عشان يتجوز مرسيدس. His betrayal destroyed Edmund's life. خيانته دمرت حياة إدموند and caused him to spend many years in prison وسبب له إنه يقضي عديد من السنوات في السجن. جميل. آخر سؤال هو سؤال الباراجراف. هيطلب منك تكتب باراجراف من 6 سطور. يقول لي اكتب باراجراف من 6 سطور عن schools can be attractive in 4 ways. المدارس ممكن تبقى جذابة بأربع طرق. Schools can be attractive in several important ways بطرق عديدة. First أولا they should provide a clean and safe environment توفروا لك بيئة آمنة ونظيفة for students الطلاب. Second ثانيا modern technology التكنولوجيا الحديثة such as computers زي الحاسب الآلي and smart board شاشات الذكية والسبورة الذكية can make learning more interesting تخلي التعلم أكثر متعة أو إثارة. ثالث نقطة school should organize sport تنظم رياضة and cultural activities وأنشطة ثقافية that develop student talented بتطور مهارات الطلاب. Finally في النهاية support teacher مدرسين داعمين who encourage creativity بيشجعوا الإبداع and participation والمشاركة make school life enjoy بيخلي الحياة المدرسية ممتعة. when the fact are available student feel طلاب لما كل الحاجات دي بتبقى متاحة الطلاب feel motivated بيحسوا انهم محفزين and excited to learn ولديهم الحماس انهم يتعلموا. وبكده نكون خلصنا النموذج الاسترشادي الثاني وعلى ميعاد ان شاء الله نزول النموذج الثالث. ومع السلامة.